نزلت فيديو على تيك توك وفي وقت قليل لقيت الفيديو ده جاب 6 مليون مشاهدة. ومن ال6 مليون مشاهدة دول جالي حوالي 40 ل 50 ألف متابع جداد عندي على الحساب. السؤال هو ازاي في فيديوهات بتنزل على السوشيال ميديا بتبقى ترندنج الناس كلها بتتكلم عليها وبتجيب ملايين المشاهدات، وازاي في فيديوهات بتنزل على السوشيال ميديا بجودة كويسة جدا ويتفرج عليها 10 اشخاص بس؟ ايه السر ورا الفيديوهات الترندنج؟ وهل في خلطة سرية لو انت عارف الخلطة دي ومشيت على الخطوات دي تقدر ان انت تعمل فيديو ترندنج؟ الاجابة وده اللي انا هقولك عليه في الفيديو النهاردة. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديوهات الترندنج من اكتر الحاجات اللي انا بحبها فكرة الاناليسز او التحليل. لما اشوف اي حاجة قدامي احللها كويس جدا عشان اقدر افهم هي ليه الحاجة دي نجحت، او احللها كويس جدا عشان اقدر افهم ليه الحاجة دي فشلت. كل ما انت تحلل بعينيك وبالبيانات المتاحة قدامك ليه ده نجح وليه ده ما نجحش، هتقدر ان انت تتبع خطوات النجاح عشان توصل للنجاح بخطوات اقل من اللي غيرك هياخدها عن طريق المحاولة والخطأ. طيب احكي لنا بقى لؤي ايه فكرة الفيديوهات الترندنج دي؟ الحمد لله عندي على تيك توك في فيديوهات كتير جدا كانت ترندنج، طلعت على الاكسبلور فيديوهات كتير الحمد لله حققت ملايين المشاهدات، وفي فيديوهات ما حققتش. بس بقيت عارف قبل ما انزل الفيديو ان الفيديو ده هيحقق ملايين المشاهدات، ولا الفيديو ده هيحقق بس 200 300 الف، ولا الفيديو ده هيحقق 20 30 الف. دي وصلت لها مع الوقت، وده اللي انا هقول لك عليه دلوقتي. الحاجة الأولانية إن الفيديو الترندنج هو فيديو مثير للجدل. وقف وقف وقف، أنا عارف أول ما أقول مثير للجدل الناس بقى تبدأ تفكر في حاجات قليلة الأدب. وقف، مش مثير للجدل بطريقة قليلة الأدب. مثير للجدل يعني في نقاش بيحصل ما بين الناس. يعني لما أعمل فيديو بتكلم فيه على الفرق ما بين التليفونات الآيفون والتليفونات الأندرويد أو الآيفون والسامسونج مثلا، يبدا ان في ناس بتحب الايفون قوي وفي ناس بتحب السامسونج جدا، فبتاع الايفون بيقول ليه الايفون متميز وبتاع السامسونج بيقول ليه السامسونج متميز. فده بيخلي ان في نقاش بيحصل، وان كان نقاش في بعض الاحيان بيكون مش مثمر، بس في نقاش بيحصل، فالنقاش ده بيخلي الفيديو يعلى. اول حاجه محتاج انك لما تيجي تعمل فيديو اسال نفسك الفيديو ده هيخلي المشاهد عنده احساس ان هو عايز يعمل تعليق. خلي بالك ان ممكن يكون التعليق بيشكرك في التعليقات، مفيش مشكله، بس فكره ان في تعليق على الفيديو ده بيدي زقه للفيديو ان هو ينتشر بصوره اقوى بكتير جدا من الفيديوهات اللي الواحد بيتفرج عليها وبيقلبها. عشان كده بتلاقي الحاجات الترندنج دايما في مصر مثلا بتبقى حاجات كلها مثيره للجدل، كل واحد داخل يقول رايه فالفيديو بينتشر. يبقى اول حاجه لما تيجي تصنع محتوى، المحتوى يكون محتوى هادف طبعا، محتوى كويس مفيد للناس، بس دايما خلي فيه سؤال في اخر الفيديو بحيث ان المتابع يديك كومنت يقول لك والله انا بفكر كذا، انا اختلف معاك، اتفق معاك. كتر النقاشات دي بتعلي من الفيديو بتاعك. دي اول حاجه. لكن ارجوكم ما تخلوش الموضوع مبتذل بان واحده ست تطلع تعمل حاجه عشان تبقى هي الترند. ممكن تبقى الترند، بس يا جماعه والنبي يعني هو يعني الله يكرمكم بالله عليكم، الترند يبقى على حاجه قليله الادب او حد يطلع يشتمني، ولا يبقى ترند هادف؟ المهم، يبقى الخطوه اللي بعديها ان انا عملت الفيديو كويس بجوده كويسه وخليت فيه سؤال في الاخر بحيث ان يبقى فيه كومنتات. ايه الخطوه اللي بعديها؟ الخطوه اللي بعديها انك تنزل الفيديو في اليوم الصح في الساعه الصح. طبعا الفيديو احنا مش خلاص، دي نقطه مش بنتكلم فيها، 30 ل 45 ثانيه اتكلمنا عليها كتير قبل كده. اليوم الصح في الساعه الصح يعني ايه؟ يعني مثلا انا نزلت تطبيق اللي هو بتاع ترتيل اي تطبيق بيتكلم ازاي ان انت ممكن تسمع قرآن لتطبيق على الموبايل والتطبيق يصلح لك اي اخطاء انت بتغلطها. تطبيق عبقري جدا. لو نزلت التطبيق ده ليلة راس السنة في حد يتفرج على الفيديو؟ للأسف لا، مع ان المفروض يتفرجوا. لكن لو نزلت الفيديو ده في رمضان يوم عرفة، الناس هتتفرج وهتشير وهتدعي في الكومنتات. ليه؟ لان الفيديو ده الوقت الصح بتاعه. لو عايز اكلم الناس على نزول الجيم، اكلمهم في شهر 8 في عز الحر، ولا اكلمهم في بداية السنة الجديدة في الوقت اللي الناس كلها حاسة ان هم عايزين ينزلوا يروحوا الجيم ويطوروا من نفسهم وصحتهم وجسمهم؟ يبقى هديله الفيديو في اليوم الصح. انت بنتكلم بقى بنفصل الترند يعمل ازاي في اليوم الصح في الوقت الصح. يعني ايه في الوقت الصح؟ يعني مش هنزل الفيديو مثلا الساعة 2 بالليل والناس كلها نايمة، مش هنزل الفيديو الساعة 2 الظهر والناس كلها في الشغل، لا، انا هلعب في الوقت اللي الناس غالبا بتكون موجودة فيه في البيت.
غالبا في ايام الاسبوع من اول الساعه 6 للساعه 9 الناس بتكون موجوده في البيت، يعني لسه راجع من الشغل بقى وبيتغدى وبتاع وهيقعد شويه وبتاع وينام. الليميت ده موجود في البيت. الويك اند غالبا يوم الجمعه والسبت معظم الناس بتكون خارجه بره البيت، مفيش حد موجود، مفيش حد قاعد على الموبايل. ففي الوقت الصح، الساعه الصح، في اليوم الصح هتنزل الفيديو بتاعك. بعد ما تنزل الفيديو محتاج ان انت ترد على كل الكومنتات اللي موجوده، عشان ده بيحسن من تفاعل الفيديو. والاهم بصراحه من كده، عشان اللي بيتفرج وبيسالك سؤال وبيقول لك يعني مثلا اسم الموقع ايه، ولا الاقيه ازاي، ولا ما يحسش ان هو بيدي كومنت في الهواء، يحس ان في حد بيرد عليه. مهما كانت عدد الكومنتات حاول على قد ما تقدر ان انت ترد على كل الناس، ولو صعب ان انت ترد عليهم كلهم رد يا سيدي على 80%، رد على 70%، بس حاول ترد على قد ما تقدر على الكومنتات اللي الناس كاتباها. اليوم اللي انت هتنزل فيه الفيديو اللي هو غالبا ان شاء الله هيكون ترندنج، ما تنزلش معاه اي فيديو تاني ولا قبليه ولا بعديه. سيب الفيديو ده عشان تقدر تقيس قوة الفيديو. سيب الفيديو ده لوحده في اليوم ده واستنى اليوم اللي وراه ابدا نزل فيديوهات عادي جدا. حاجه حزينه جدا، وانا دايما بصراحه بقول النقطه دي وانا في غايه الاسى، ان في جزء كبير جدا من الفيديوهات اللي عندي اللي كان ترندنج طلع ترند بسبب ان كان في ناس بتشتمني في التعليقات. ودي حاجه بقى هقولها لك عشان تجهز نفسك نفسيا قبل ما الفيديو بتاعك يبقى ترندنج ويجيب ملايين المشاهدات. في شريحه من الناس في هذا العالم، وهي شريحه غريبه، مش عايز اقول مريضه بس هقول غريبه، بتتلذذ بفكره ان هو يديك تعليق سم يكرهك في حياتك. التعليق السم اللي هيكرهك في حياتك ده لو انت اخدته على صدرك كده هتكتئب. بس هقولك بص وراه، التعليق ده ايه؟ مين الشخص اللي مستخبي ورا الموبايل بتاعه بيقولك التعليق ده؟ هتكتشف حاجة خطيرة جدا جدا، اغرب ما تتخيل. ان الشخص ده هو مش بيدي تعليق سم كده في الهوا، هو نفسه يبقى في مكانك بس مش عارف، او في حاجة انت قلتها جات له على الجرح فنطر كده، طلع مرة واحدة كده يقولك كلام وحش. مثل دايما بديه، بنزل موقع بقول يا جماعه مثلا موقع كانفا تقدر ان انت تصمم عليه تصاميم احترافيه جدا من غير ما يبقى عندك اي خبره في التصميم. الاقي واحد داخل شاتمني يا متخلف يا نصاب يا حرامي يا ابني يا ابني يا ابني. اوقف ثانيه كده اقول طيب اول حاجه الله يسامحك، تاني حاجه اقوم داخل على الحساب بتاعه الاقيه عمال ينزل فيديوهات يا جماعه انا بعمل تصاميم، يا جماعه اي حد محتاج تصاميم يبعت لي وانا هعملها له. اكتشف ان هو ديزاينر، وان هو شايف ان الموقع ده بيهدد العملاء اللي بتجيله، فيعمل ايه؟ يبدا ان هو يشتمني عشان هو مش عايز ان في حد يتفرج على الفيديو. مع ان ده جهل منه، ان كتر ما هو بيشتم والناس تخش ترد عليه تقول له انت بتشتم ليه، الراجل ما عملش حاجه غلط، وهو يخش يشتم الناس، ده بيعلي الفيديو بيخليه ترندنج اكتر. فاللي هقوله لك انك لما الفيديو ان شاء الله يوصل ويبقى ترندنج ودانك تقفلها على الكلام الوحش. الكلام الحلو شكرا يا جماعه ربنا يكرمكم، الاسئله جاوب، الكلام الوحش يا هتعمل له ريبورت يا هتعمل له بلوك يا هتتجاهله تماما. والتجاهل بيبقى هو قاعد في حيره من امره، هو يقول طب هو الكومنت السخيف اللي انا قصدي اضايقه بيه ما وصلش ولا ايه؟ طب اما اعمل كومنت تاني، لما اعمل كومنت تاني وهو ما وصلش ولا ايه؟ تجاهله ولا كانه موجود. هي بروسس، هي خطوات انت بتعملها عشان الفيديو يوصل. اعمل الخطوات، نزل الفيديو، ابعت لي بقى ترندنج، ابعت لي قول لي لو ايه بقى ترندنج عشان اقول لك يعني ربنا يكرمك وسعيد جدا بالنجاح بتاعك واساعدك اكتر لو اقدر. ما بقاش ترندنج ابعت لي قول لي لو ايه ما بقاش ترندنج فاقول لك ليه المشكله اللي حصل بحيث انت تقدر تعمل كده. هل من السهل ان كل الفيديوهات بتاعتك تبقى فيديوهات ترندنج؟ الموضوع محتاج وقت ومجهود ودراسه، فهتكتشف ان انت في معظم الوقت انت بتعمل فيديوهات كتير عاديه بتجيب 10 و20 و50 و100 الف مشاهده، وهتبقى منشن على فيديوهات معينه هي اللي عندك ترندنج. وده اللي انا بعمله عندي دلوقتي، بنزل فيديوهات انا عارف ان هي مش هتبقى ترندنج بس بنزلها عشان هي في قيمه منها وان هي هتفيد المشاهد، وفي فيديوهات تانية بقعد اتكتك لها عشان ابقى عارف ان الفيديو ده هيوصل وان هو هيبقى ترندنج. دي قصة الترند ودي قصة الفيديوهات اللي بتبقى فايرل. زي كل فيديو بتكلم فيه على موضوع التيك توك والفيديوهات هقول لك انا في ظهرك، لكل واحد صانع محتوى هادف انا في ظهرك، ظهري في ظهرك، احنا اصحاب. اي حاجة انت محتاجها اي مساعدة انت عايزها قول لي وان شاء الله اساعدك وهتوصل. وكالعادة ادعي لي.